المسألة الجوهرية بنختلف فيها نحن عن الناس الآخرين هي أساسا دي أنه الدين راح يعود للناس من جديد، لأنه في النبوة النبوية بأنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. فنحن دعاة لبعث السنة لتكون هي شريعة عامة الناس. بعدين نحن ما بنعرف السنة زي ما يعرفوها الفقهاء أن هي عمل النبي وقوله وإقراره. عندنا السنة هي عمله في خاصة نفسه، وعمله في خاصة نفسه يختلف عن الشريعة، كأنه كنبي عنده شريعة هو مكلف بها، كرسول أمر أن يبسط الحقائق للناس وأن يحل مشاكل على قدر طاقتهم وقدر حاجتهم، فبقت عنده شريعة وعنده سنة. احنا بنميز بين السنة والشريعة. الشريعة نزلت كثير جدا في القرن السابع من مستوى النبوة لتخاطب الناس على قدر عقولهم، وحديث النبي نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأصبحت العمل اللي كان عليه النبي كتكليف خاص به منسوخ في حق الأمة. الأمة ما مخاطبة به في المال، في العبادة، في الاجتماع. النبي مستواه أرفع منهم. نحن بنعتقد أنه الوقت جاء ليبعث الإسلام في مستوى السنة، ما كان بيكلف به النبي في خاصة نفسه يبقى تشريع لعامة الناس. هذا الصورة دي الإسلام بيرتفع من مستوى العقيدة إلى مستوى العلم، بيدخل في مراحل جديدة، بيكون مرشح للبشرية كلها من حيث هي بشرية. هذا بيقتضي أنه الناس ينظروا في الشريعة ويطوروا بعض صورها أن نزلت لحل مشكلة القرن السابع وهي عاجزة عن أن تحل مشكلة القرن العشرين. يتطور التشريع من فروع القرآن اللي كانت عليه الشريعة اللي هو القرآن المدني، يستلهم أصول القرآن اللي كانت منسوخة في حق الأمة وكانت قائمة في حق النبي. فنحن دعوتنا إذن انتقال من الشريعة للسنة، من عمل الأمة أبو بكر وما دونه إلى عمل النبي في خاصة نفسه. بهنا الباب ينفتح لأن نحل مشكلة الإنسان المعاصر. الشريعة في المال ما بتكون الزكاة، بتستلهم زكاة النبي اللي هي ما بتدخر النصاب ويحول عليه والحول ويخرج فيه الأعيان المعروفة. بتستلهم برضو معاملته وتكريمه للمرأة في ناحية الاجتماع. بتستلهم برضو سماحته وعدم تسلطه على الناس وإعطاء الناس الحرية الواسعة، ودي منها بتوخذ الديمقراطية. هذه مسائل بتحتاج لتطوير. تشريع المال، تشريع السياسة، تشريع الاجتماع. دعوتنا بتختلف من الدعوات الأخريات في المعنى ده. في ناس دعاة للإسلام عايزين يعيدوا شريعة القرن السابع لتحل مشكلة القرن العشرين. نحن بنعتقد أن دي ما الكلمة الأخيرة، إنما شريعة مرحلية حلت مشكلة القرن السابع لابد لها أن تتطور لتكون أقرب لعمل النبي وتكليف النبي لتحل مشكلة إنسان القرن العشرين، وتكون الاقتصاد فيها اشتراكي، ويكون الاجتماع فيها الناس متساوون، المؤمن وغير المؤمن، المسلم وغير المسلم، والرجال والنساء. وتكون الناحية السياسية فيها ديمقراطية. نتطور ليكون تشريعنا المالي اشتراكي، تشريعنا السياسي ديمقراطي، تشريعنا الاجتماعي المساواة بين الرجال والرجال وبين الرجال والنساء. ده جوهر ما نختلف فيه عن الدعوات الباقية كلها.